خلونا أسألكم سؤال بسيط في البداية. كم ساعة قضيتها النهاردة على الموبايل؟ ساعة ولا 2 ولا 3 ولا يمكن 5 وانت مش حاسس؟ تمسك الموبايل وتقول هفتح دقيقة بس أشوف حاجة جديدة، وتلاقي إن الدقيقة بقت نص ساعة، النص ساعة بقت ساعتين، وفجأة اليوم يخلص. بس السؤال الخطير هنا هو عمرنا بيروح فين؟ تعالوا نشوف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي عايشين في زمن السوشيال ميديا، فيسبوك وتيك توك وانستجرام يوتيوب. كل حاجة حوالينا مصممة علشان تخلينا نقعد وقت أطول في ايه؟ سكرول، فيديو ورا فيديو، بوست ورا بوست. والحقيقة المؤلمة إننا أحيانا بنضيع أغلى حاجة في حياتنا، وهو الوقت. الفراغ ده لو ما استغلناهوش صح بيملى بأي حاجة، وساعات ممكن نلاقي نفسنا قضينا ساعات طويلة على فيديوهات ملهاش لازمة، مقارنة نفسنا بالناس، متابعة حياة غيرنا، ونسيب حياتنا احنا. والغريب اننا بعد كل ده بنحس بضيق مش براحة. السوشيال ميديا بتديك احساس وقتي بالسعادة، يعني فيديو مضحك، صورة تعجبك، معلومة سريعة، لكن الحقيقة انك بعدها بتحس ان وقتك ضاع. تخيل لو الساعات دي اتحطت في مكانها الصح، يعني قراءة صفحة حتى من مصحف، بتعلم مهارة، روح العب كورة مع أصحابك، اقعد وقت مع أهلك شوية، طور نفسك. كان ممكن حياتك تبقى مختلفة تماما. تخيل لو ربنا سألك يوم القيامة فيما أفنيت عمرك، هتقوله إيه؟ في سكرول ولا فيديوهات قصيرة ولا متابعة الناس؟ في الحقيقة العمر راس مال الإنسان، لو ضاع ما بيرجعش أبدا. الحل مش إننا نسيب السوشيال ميديا تماما، لكن نستخدمها بوعي. جرب تعمل حاجات دي. حدد وقتك، وقت معين في يومك للموبايل. اقفل الإشعارات المش مهمة، ابعد عن الفيديوهات اللي بتسحب وقتك، واستغل السوشيال ميديا في العلم والخير. وخلي الموبايل يخدمك مش يسرق عمرك. في النهاية الدقايق اللي بتعدي من عمرنا مش هترجع تاني، فاسأل نفسك كل يوم، أنا عايش حياتي ولا بتفرج على حياة الناس؟ ودي كانت رسالة النهاردة. كان معكم أحمد علاء في برنامج رسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.